أن الملا كريكار سيبعد قريبا عن النرويج إلى العراق، ودعني أستمع منه الآن. سيد الملا، يعني رئيس الوزراء النرويجي أعلن أن عملية تسليمك إلى الحكومة العراقية قريبة جدا، وأن ذلك سيتم بأسرع وقت ممكن حين وصول الضمانات الكافية يعني عدم تعذيبك، عدم إعدامك وما إلى ذلك. كيف تلقيت هذا النبأ؟ أنا تصورت أنني نجوت من مقصلة روبسبير ويسلموني إلى نطع الحجاج. يعني هذا أيضا كلام سياسي. إن كان بالقانون فالقانون لا يسمح له ولا لغيره أيضا أن يسلم إلى العراق، وهي اليوم بركة دم. والنرويج نفسها والحكومة السابقة وهي حكومة الليبرالية التي أصدرت قرار طردي لم تسلمني إلى أمريكا بعدما جاء جون أشكروفت وزير العدل الأمريكي وطالبهم بتسليمي إليه. فكيف الآن رئيس جبهة يسارية، رئيس حكومة الحالية في النرويج، يسلمني إلى العراق؟ ويسلمني لمن؟ يسلمني قلت إن هناك مزايدات سياسية في الموضوع، كيف ذلك؟ جيد، نعم. وبالتأكيد القضية أصلا كما أشار إليه القاضي الكريم، يعني هو بالأصل قضية سياسية بحتة. يعني أنا هنا ما ارتكبت شيئا، ثم أنا هل يعقل قدمت كل هذه المرات إلى المحاكم والشهود والأدلة ومناقشة ما قلته في كل مكان، ثم أطلع من كلها بريئا، ثم بعد ذلك يأتي سياسي أفشل من السياسية السابقة ويقول أنا أبيع دمه؟ كيف يقبل هذا؟ نعم.